هي وحطها في طشت وراكبه على التروسيكل هي وابنها ورا وعيالها جنب السواق قدام. أبو مكة بيحكي القصة كاملة. الجارة هي اللي خدت بنت جارتها، فضت أعضائها وخدتها على التروسيكل عشان معرفش توديها فين. الجيران نفسها ما عادش في أمان. بلاش تدخلوا عيالكم عند جيرانكم، بلاش عيالكم تغيب عن نظركم. الحكومة مش هتعمل حاجة، الحكومة مش هتدخل كل بيت وتفتش فيه ولا كل بيت وتنها تحرس اللي فيه. يا جماعة والله العظيم انا نفسي بنصحكم وانا مش عارفة اخبي عيالي ازاي. ايه اللي احنا فيه ده؟ كل ده غضب من عند ربنا؟ معقول؟ ولا فعلا احنا مستهدفين ان هم يخلصوا على ولادنا اللي لسه هيكبروا، علشان يعني ايه، خايفين منهم بمعنى اصح. هم خايفين منهم بمعنى اصح، مش عايزين شعب مصري يدنوا دايما في العالي ودايما يكبر ودايما يبقى في شباب وفي ناس. بدل ما 120 مليون هيبقى 200 مليون.